الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة العيش البلدي او العيش الفلاحي، من اول ما بننخل الدقيق بتاعه لحد ما بنحدفه في الفرن ونطلعه. هنبدأ الاول ننخل الدقيق بتاعنا يا جماعة. انا معايا هنا 5 كيلو دقيق، هبدأ انخلهم، ولازم ننخل الدقيق علشان الدقيق لو وقع فيه اي حاجة ما ننخلوش كده هباء وخلاص، ننخله وننضفه علشان نبقى مطمنين. وهنبدأ اهو. بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. اهو بدأنا ننخل الدقيق زي ما انتم شايفين. ناخد تاني. اهو يا ريت يا جماعه تعجنوا في حاجه مرتاحه تعرفوا تاخدوا راحتكم فيها، عشان العجين اهو خلصنا الكميه. عشان العجين بيبقى عايز لت كويس وعجن تعجنيه كويس، عشان لما تعجنيه كويس يبقى قدام الفرن معاكي تمام ومريحك في الخبيز وايه، والعيش طالع لونه حلو شكله حلو يعجبك يعني قدام الفرن. اهو احنا كده ايه، نخلنا ال5 كيلو دقيق اهو، وهبدا انزل بقى عليهم برشه سكر قصدي، اهوت معلقه سكر. وطبعا ال5 كيلو دقيق احنا متفقين يا جماعه ان الكيلو ليه معلقه صغيره ملح، لازم تحط له ملح كويس عشان ما يلزقش منك قدام الفرن. اهو انا هحط معلقتين كبار وخلاص على ال5 كيلو. اهو انا معايا هنا هقلب الاول الملح والسكر مع بعض اهو. انا معايا حبايبي خميره بيره، وبحط خميره فوريه عادي، انا بفضل دي بس للعجين، انما انا بحط خميره فوريه. خميره بيره اهيت. هنبدا نقلبها في شويه ميه الاول كده قبل ما نحط الميه كلها اهي. الميه بتاعت العجين في الشتاء لازم تكون سخنه يا جماعه، في الشتاء لازم تكون سخنه. في الصيف في الحر ممكن نعجن بميه بارد عادي، لكن في الشتاء لازم تكون سخنه، اصل العجين يبوظ منك وما يخمرش كمان كويس، وهيبقى لونه مش حلو ومش هيرفع معاكي اصلا. اهو احنا كده دوبنا الخميره اهوت، انا نزلت بيها وهبدا انزل بحبه ميه كمان. الميه معانا اهي، لو احتاجنا ميه تاني نحط. بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو يا جماعه هنحتاج ميه وهنحط ميه تاني. اهو اهو يا حبايبي، انا زودت كمان حبه ميه. كل ما العجين يحتاج كل ما هنحطه.
لازم نقلب العجين من تحت ومن فوق ونتاكد ان تحت ما عادش فيه دقيق اهو كده. كل ما يعوز ميه نحط لحد ما يوصل للتمام بتاعه، نوقف بقى حططان الميه. هو لسه عايز ميه كده معايا، لسه هحط له ميه تاني. هو بيشد معانا اهو يا جماعه، العجين بدأ يشد معانا اهوت. انا كده يا حبايبي في نهايه العجين كده بقى هبدأ اطبه. ده الطب الاخير بقى للعجين خالص. بعد ما العجين حطينا له كفايه ميته وكل حاجه ما عادش محتاج تاني، ببدأ ان انا ايه اطبه بقى. هو ده اسمه الطب بقى يا جماعه. ده الطب يا جماعه اهو. ده الطب بقى، ده اخر حاجه بتتعمل في العجينه عندنا يا حبايبي. اللي لسه بيتعلموا سهل جدا، مش عايز حاجه. احنا كده خلصنا العجين تمام. هنبدأ بقى ان احنا نلمه اهو اهو كده. العجين خلص وتمام. هبدأ ان انا احط على وشه شوية دقيق اهو، وهنبدأ نغطيه بقى عشان يخمر. هنغطيه بصينية، هنجيب حاجة تقيلة بقى نحطها عليه عشان تدفي العجين والعجين يخمر. دلوقتي يا حبايبي العجين خمر معانا اهوت زي ما انتم شايفينه كده. هنبدأ ان احنا نقرصه. انا معايا هنا بقى ايه الردة اللي انا هرشها عشان نقرص عليها. هنبدأ ننزل بالردة اهوت على الصينية اهو زي ما انتم شايفين كده. وانا معايا الدقيق اللي انا بقرص عليه، بقرص على دقيق يا جماعه لان انا في الشتاء بحب اقرص على دقيق في الشتاء. هبدا بقى بسم الله. العجين خمر مني قوي اهو اهو. احنا بنقرص على زيت برضه يا جماعه، بس انا بفضل تقريص الزيت. الرغيف ده صغير شويه ازوده حته. بفضل تقريص الزيت ده في ايه في الصيف، لكن في الشتاء بحب اقرص على الدقيق اهو لازم اسيب مسافه كده يا جماعه، لازم اسيب مسافه بين الرغيف والرغيف عشان ما يلزقش في بعضه ويمسك في بعضه اهو اهو. انا كده خلصت، هشيل دي وهنقرص اللي بعده اهو.
بدأت انا بقى في الايه، في اللوح التاني. انا عامله اللي لوحدي للخبيز يا جماعه، اللي لوحدي جميله وبتريح احسن من الصواني كمان. اهو العيش انا بحبه خمران كويس في الشتاء، وانا سيبته خمر كويس يا جماعه، لان لما بيبقى خمران كويس في الشتاء بيتاخد عيش قدام الفرن جميل جميل. وطبعا العجينه احنا في الشتاء يا جماعه بنطر العجين شويه، في الصيف بنخليه متماسك شويه علشان في الصيف الجو بيبقى حر فبيخليه يسيح، لكن في الشتاء انت بتطر العجينه شويه، بتطر العجينه شويه عشان الجو بيبقى طبعا برد فبيخلي العجينه تجمد منك شويه. زي ما انتم شايفين كده انا جايبه لكم العجين والتقريص خطوه بخطوه. اهو هنشيل ده بقى ونجيب اللي بعده. اهو هنكمل التقريص بتاعنا يا جماعه. اهو دول 5 كيلو يا جماعه اللي انا قرصتهم على اللوح والصينيه دول، واللوح التاني 5 كيلو دي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، العجين جميل، وال5 كيلو بيرموا يعني عيش حلو برضه. ده اخر رغيف خلاص، هيبقى صغير شويه. اهو كده احنا خلصنا التقريص، هنبدأ بقى نسيبه يريح حوالي كده تلت ساعة وبعدين نبدأ نخبزه. هبدأ يا حبايبي ان انا امسح الفرن كده عشان لو في اي حاجة وسخة ما تطلعش في العيش. اهو اهو بمسح الباب كمان من بره كده. هنبدأ الخبيز بقى. هبدأ ارش ردة اهو، هشيل الرغيف بتاعنا
نبدأ نحذف. بسم الله. شايفين يا جماعه العيش؟ العيش جميل. انا محمروش قوي عشان انا لسه بنشفه تاني في الاخر.
الخبيز بتاعنا، بس احنا هنوريكم طريقه تنشيف العيش ازاي، او تلدينه او تشويحه في الفرن. ده شكله النهائي بعد الخبيز. حبايبي بنبدا نقطع العيش اهو نصين كده. اللي عايز يسيب العيش طري ويشيله في الفريزر كده في شنطه نظيفه ويحطه في الفريزر ويسحب منه وياكل يشيله. اللي عايز يقطعه ويعمل معانا اللي احنا هنعمله ده. طبعا العيش احنا بنشوحه يا جماعه. بصوا ده قعر اهو اهو. انا بنشفه تاني في الفرن شويه علشان عيالي بيحبوا ياكلوه ناشف اهو. اهو بنقطع الرغيف كده نصين اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو عشان نرجع نشوحه في الفرن تاني. هنكمله تقطيع بقى كله يا جماعه ونوريه لكم وهو بيتشوح. نوطي الفرن. هنبدا نمسح الفرن كمان مره علشان نبدا ننشف العيش فيه او نشوحه او نلدينه حسب ما انتوا بتقولوا بقى اهو. هنبدا ان احنا نحط العيش يا جماعه. الشقه اللي هلاقيها فيها حته بيضه نخليها جنب النار عشان ايه اما تحمر شويه اهو اهو. اهو وهنبدا نقفل عليه حوالي 10 دقايق وبعدين نطلعه اهو يا جماعه. هنبدا ان احنا نشوف العيش بتاعنا عمل ايه اهو. بصوا من تحت اهوت ومن هنا اهو كده احنا نشفناه اهو اهو. بصوا من تحت بصوا وشه كده احنا بننشف العيش بقى يا جماعه اهو. اللي بعده اهو اهو. كده احنا بننشفه علشان يبقى ايه ما يبقاش طري قوي. في ناس ما بتحبش تاكله طري قوي يا جماعه اهو اهو. هنرص بقى غيرهم. نبدا نرص تاني هنقفل عليهم نديهم واحنا بنطلعهم. بالشكل النهائي للعيش اللي احنا خبزناه النهارده اهو. كده بعد ما احنا بصوا يا حبايبي كده بعد ما احنا ما شوحناه ونشفناه اهو. كده بيتساب يبرد حوالي ساعه وبعدين تشيليه في شنطه نظيفه في الفريزر وبعدين تسحبي منه العيش اللي انت عايزاه. وده الشكل النهائي بتاعنا النهارده للفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.